كانت مرّة إنّي بالكعبة، طيب، لأ بالمدينة، عم صلّي بهذا الجامع الكبير اللي في مكة، طيب، بس كنت عم صلّي إمام، واقفة والناس وراي كانت عم تصلّي، وعم صلّي صلاة الجمعة، عم بأم فيهم بيوم الجمعة بصلاة الجمعة، وما بعرف اللي وراي كانوا نساء والّا رجال ما بعرف، بس المهم أنا كنت إمام. المهم صلّيت وخلّصت وطلعوا العالم، أنا صرت أدعي وما بعرف إشو، فجأة إنّي طلعت لبرّا ورحت على الكعبة والناس عم تطوف، بس أنا ما عم طوف، كنت واقفة قدّام الكعبة والناس عم تطوف حوالي حوالي أستغفر الله، حوالين الكعبة، بس أنا كنت واقفة قدّامها يعني. المهم وكنت عم أدعي ورافعة إيدي قدّام الكعبة وعم أدعي، لا كنت عم طوف معن ولا شي. المهم صاروا يطوفوا هني وبعدين صار ينزل مطر. صار ينزل مطر كتير كتير لدرجة إنه الناس ما بقى يعني توقّف، كل واحد راح طريقه وضلت الساحة فاضية ما في غير أنا، وما كنت أتركه يعني يروح، ضليتني عم أدعي والمي كبس فوقي كانت. المهم بعدين ما بعرف شلون صار هيك، رِحت أنا، طلعت إمم. من المكان وطلعت بناي، قعدت في بناي على أساس قريبة من الكعبة. عفوًا إمم. ملبكة شوي. تلبّكتِ مو بشوي، تلبّكتِ إلى خربطتِ ما بين المدينة وبين الكعبة وبين الحرم وبين مسجد قباء، ودخّلتِ الجوامع في بعضها، والله ملبكة. ومرّة تصلّين آسفة. الجمعة، مرّة العيد، لخبة آسفة. حتى أنا قمت أصلّي صلاة لأ. الاستسقاء. عم صلّي صلاة الجمعة إمام بالناس في لا الجامع فهمت، اللي في ترجع من المدينة. جديد، روحي خلاص فهمت وبعدين آخر المنام وشو؟ كمّلي. تمام. طيب، بس لمّا نزل مطر وكل العالم راحوا أنا طلعت وقفت ببناية كانت عالية شوي، المهم كانت قريبة منا، فأنا طلعت على البرندة إني بدي أشوف المطر، ولا إجا من وراي شخص مدري لأ حرمة والله بس ما شفتها، أسود كانت كلّياتها وأنا كنت خايفة منّا. قال ما قدرت أدير ضهري لإني كتير كنت خايفة منّا، وهي مسكتني وبدها تطُّبني من فوق، بدها تطُّبني لتحت إنه مشان تقتلني. دفتني مرّة مرتين ما قدرت علي، آخر شي ما بعرف منين إجتني القوة أنا، شِلتها ودفّيتها لتحت، قام نزلت عند الكعبة وطبّت في الأرض وماتت، بس أنا كنت مبسوطة إني قتلتها. عفوًا. أنتِ من وين يا ماريا؟ أنا إيه من وين؟ من سوريا. والحين بتكلمي من سوريا؟ لأ من تركيا. من تركيا. تدرين إنه أنتِ لخبطتِ في المنام كله، حتى قلتِ بتدفني من تحت بتسقطني لفوق. والله وبصلي الجمعة ملبكة. في بخطب بهم صلاة الضحى. يعني كل شيء شقلبتيه. بعدين آسفة. أنتِ يا رجال لأ حرمة. لأ كانت هي بتدفني حرمة، من تحت هي تحت حرمة. وبتسقطني فوق. لأ يعني أنا فوق بدها تسقطني لتحت. أي مو هو أنتِ حتى الشيطان اللي جاب الحلم اتصل عليها الحين يقول يا ابن الحلال هذه ملخبطة، والله العظيم كل اللي قالت لك مو بصحيح، ظلمتنا. أنتِ ظلمتيه، يعني الضعيف هو جاب قصة غير ذي القصة. هذا يدل على أنه أنتِ كنتِ في ذنب أو بدعة معينة. تبتدعين شيء بغير قصد، يعني مثلا عبادات معينة أو دعاء معين، ولكنها نوع من البدعة. وهو حقيقة أنه كان البدعة صباح. اسمعيني، لكن زبدة المنام أنه هذا تغلب على عدو، وكذلك دعوة مستجابة. أسأل الله أن تكون كذلك دعوة مستجابة. أسأل الله أن يستجيب منك دعاء، ربما دعيتي الله سبحانه وتعالى في دعوة معينة وحددتي أمر معين، أسأل الله أن يحققه. وكذلك انتصار على امرأة عدوة لك كادت أن تكون مؤذية، فآذاها الله سبحانه وتعالى وصرف شرها. شكرًا. عفوا. حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى إبليس اللي نعم. حمزة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف امورك يا شيخ؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. والله اني بحبك بالله يا شيخ. شكرا لك. اللي شهر بحاول اطلع معك يا شيخ. طيب وهذا يا رب ما يكون حلم زي حلم الأخت اللي قبل شوي. الله يعطيك الصحة يا شيخ. وياك. شيخ حلمت هن هيك 3 احلام هيك صغار ورا بعض. اي خلاص، من قلت لي 3 أحلام صغار، كل صغار ورا واحد بعض. منهم أكثر من وزنك. لا هيك مش عارف، بس والله محيرتني يا شيخ، هذول معلقات بمخي لهسه اللي هن يلا زمان. عطني اللي هن شهر. شيخ اول حلم حلمت الله يعزك اني قاعد على مقعده وبخرج الله يعزك، وكانت قدامي امرأة قبيحة سودة. بعد ما خلصت إخراج
صرت انا الم فيه، فلما قعدت الم فيه تحول لورق العنب يا شيخ، اذا بتعرفه. لا ما اعرف ورق العنب بالطريقه هذه، اعرف ورق العنب لا الدوالي، احسن من كذا. اكله الدوالي وش الدوالي؟ اللي هي بتيجي رز وملفوف بورق عنب. انا اول مره اسمع في رز يحطونه في ورق عنب. احنا بنسوي الدوالي بالاردن. ما شاء الله. تسمونه ورق عنب عندكم؟ ورق دوالي، نعم. ورق دوالي انا اول مره اسمع فيه، احنا ما ناكل ورق عنب ولا نعرفه. لا مرتب يا شيخ، لما بالله. تيجي على الاردن ابشر يا شيخ. ومعاه شويه ليمون ومعاه شويه كذا بطاطا مع احيانا لحم. ولحم مفروم. انا اول مره اسمع. والله يا شيخ ابشر، اول ما تزعل الاردن عندي يا شيخ. الله يكرمك. طيب الله يحفظك يا شيخ. يلا يا حبيبي. هذا يدل على تحول لورق العنب. اي استمر. قعدت لميته وتحول لورق عنب، هون فصل الحلم. هذا يدل على الله اعلى واعلم رزق لك، ولكن هذا الرزق متعب عليك، تتعب في جني رزقك، والله اعلم. اللي بعده. تمام. الحلم الثاني، حلمت اني بمكان مهجور، سمعت زي صوت جن وشردت من المكان، قعدت ترمح، هربت من المكان. الحلم اللي بعديه ايش قاعد تسوي؟ ترمح؟ شردت، رمحت. طيب يلا يا رب ان شاء الله ما ترمح مره ثانيه. انا لو من الجني ولقيتك داخل علي في مكان، انا اللي يهرب منك. الضحك علي. هو يهرب، المفروض الجني اللي يهرب منك. انا مستغرب انت تهرب من الجني ليه؟ سلامات. مش عارف، هيك نقزت من موقف. نقزت ورمحت بعد. ورمحت. طيب. الحلم الثاني، حلمت اني متمدد على تخت الشيخ وابوي قبالي وبقول لي استنى شوي، هي الرقيه بدنا نرقيك. وحلمت اشي مسكني يا شيخ زي كأنه جني برضه، يعني بنفس الحلم انا هيك متهيأ لي كان انه مسكني من عند الخصيه، من عند الفخذ من الاعلى، ومسكني من الكتف وشد علي. وسمعت حدا بقول لي هسه راح اوريك وجهه. بعدين هنا طفى الحلم. هذا اعتداءات شيطانيه. انت المفروض انك تحصن وتقرا اذكارك وتكثر من قراءه القران والصلاه في وقتها واشياء كثيره لازم تسويها. هذا اعتداءات شيطانيه، هذه اعتداءات شيطانيه. يعني ما فيك شيء، لكنك تؤذى من الشياطين في منامك. والله على راسي يا شيخ. على راسي انت بعد. يا مالك. اهلا يا ابو خالد، اهلا يا ابو خالد، نورتنا، مرحبا. غار كثير. يلا يا ماريا. طيب اوكي شيخ، احنا